السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده الفيديو بتاعي زي ما انا قلت لكم الايام اللي فاتت ان انا عايزه انزل لكم روتينات، يعني 3 4 دقايق كده تشغلوها جنبكم وانتوا بتشتغلوا في حاجة البيت اليومية، تشجعكم كده شوية. وهنزل لكم ملخص الاحداث اللي بتحصل معايا. انا اليوم هنا كان بادئ معايا كويس جدا وعادي، وعملت كده الشقة بالمكنسة وكنت داخلة اغسل المواعين واحضر الغدا، وهاكمّل يومي عادي. في المشاكل اليومية العادية، في التعب العادي، البرد والحاجات دي موجودة، بس اللي هو زي ما بيقولوا كده تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني سبحان الله في لحظة ممكن الواحد يومه يتقلب رأسًا على عقب، يعني يبقى يومه ماشي في حتّة ويبقى يخش في حتّة تانية خالص. أنا بس عايزة أقول حاجة كده مهمة، والكلام لكل الناس، قريب بقى غريب أي حد، مش كل أصحاب القنوات زي بعض يا جماعة، والله ما كله زي بعض. يعني مستحيل تجيبي قناة مثلا فيها 250,000 500,000 أو ملايين لقناة فيها 1000 و2000 مشترك. يعني أكيد في فرق رهيب بين ده وده. القنوات الكبيرة دي ربنا يكرمهم ويبارك لهم ويوسع رزقهم يا رب، ما قلناش حاجة. بس القنوات الصغيرة اللي يعني زي حالتي كده، لسه قناتي صغيرة، لسه فيها 1500 مشترك بس، فمستحيل تكون زي القنوات الكبيرة. وانا لحد الان قسما بالله ما خدت جنيه من اليوتيوب ولا خدت جنيه من القناه. انا بعمل حاجه انا بحبها، لاني زي ما انتوا كتير منكم عارف ان انا عايشه في محافظه بعيده عن اهلي، فانا لوحدي. فانا بحس ان الروتينات دي بتسليني، بحس ان انا بشارككم كده يومي، بتشجع معاكم. دي الفكره والهدف الاساسي منها، ان انا اتسلى وان انا احس ان انا ليا ناس كده معايا حواليا، بيشجعوني، بيكتبوا لي كلام حلو. مش هطول كده كلام في الموضوع ده. المهم ان انا وانا بعمل كده بالمكنسه كنت مشغله سوره البقره على التلفزيون والقران كده مونسني، لحد ما حصلت الكارثه اللي انتوا شايفينها دي. بالظبط كده التلفزيون باظ لوحده، سكت. اللي هو يعني عارفين اللي هو الصدمه دي، اللي هو التلفزيون شغال مفيهوش اي حاجه، فجأة بدأ يعمل خطوط بالطول، فجأة الشاشة بدأت تسود لحد ما اسودت خالص، مفيش صوت مفيش أي حاجة. طبعًا في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي والغلاء ده، صعب إن الواحد يشتري تلفزيون دلوقتي مع مسؤوليات بيت مفتوح وطلبات وكده، فالموضوع بيبقى صعب أوي. طبعًا كلمنا الشركة، بعتت فني وأخد فلوس إن هو يكشف على التلفزيون، قال إن هو محتاج يغيّر تقريبًا الشاشة كلها بحوالي 9000 جنيه، فاللي هو إحنا هنصلحه ب9000. ده الموضوع صعب يعني. ده الواحد لو معاه بقى ال9000 دول يزود عليهم ويجيب تلفزيون جديد أحسن. وانا حاليا والله بسجل لكم الصوت والتلفزيون قدامي اهو مركون في الارض كده جنب الحيطه. يعني سبحان الله، الحمد لله طبعا على كل حال. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. الله أعلم ده حصل ليه ولا التلفزيون باظ، مثلا كان ممكن تحصل حاجة أكبر من كده. فالحمد لله على كل حال. أنا بس زعلي كله إن أنا التلفزيون كنت بحب أشغل عليه سورة البقرة وأعلي كده صوته، وتبقى صوت البقرة في الشقة كلها، وأفتح الشبابيك. بجد كنت بحب أعمل كده أوي، لأن أنا كمان الراديو اللي عندي باظ، وكان عندي كمان بتاع تاني كده زي صب صغير بشغل عليه القرآن برضو باظ. فكان الحاجة الوحيدة اللي بشغل عليها القرآن هو التلفزيون. فالحمد لله، يعني الحمد لله. ادعولي بقى كده ان هو ينفع ان هو يتصلح او ما ينفعش ان هو يتصلح، ادعولي ربنا يكرمني كده بتلفزيون حتى لو مستعمل. انا راضيه والله باي حاجه، فالحمد لله. الرضا دوت نعمه من عند ربنا، والله العظيم الحمد لله. هنا بقى انا كنت عندي مشوار ضروري جدا لازم انزله، كنت نازله كده المنشيه، فحبيت ان انا اتمشى شويه على البحر لان انا كنت مخنوقه قوي ومتضايقه بصراحه، ما اكدبش عليكم. فتمشيت كده شويه واتفرجت على الولاد كده وهم بيلعبوا، فكان الجو بصراحه حلو قوي، حسيت ان انا غيرت جو شويه. بس كده الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده وما تكونوش زهقتوا مني ولا ضايقتكم بكلامي. استنوني بقى الفيديو الجاي. مع ألف سلامة حبايب قلبي، في حفظ الله.